يا هلا يا هلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جبت عنكم كام يوم و... ما كنتش حابه ان انا اجيب يعني، بس غصب عني. المهم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بدأت معاكم الروتين بتاعي، وهو روتين ليلي مش صباحي خالص. هو كان اخر اليوم. فحبيت ان انا اشارككم معاكم. آه، المهم بدأت. كان اليوم أصلا متأخر. أولا أنا أول ما يعني شاركت معاكم الأول اللي هو النسكافيه بتاعي والبرشام الفيتامينات بتاعتي دي كان العصر، وبعدين هنا كان بقى ايه بالليل، كان آخر اليوم وكده. كان المطبخ عندي مش نظيف وكان محتاج ان هو يتنضف، فانا حبيت ان انا انضفه معاكم. المهم اصلا الحاجات دي كان المفروض اعملها بالنهار، بس للاسف حصل معايا يعني لخبطه يعني في اليوم، وللاسف برضو كنت صاحيه متاخر وانا مش عارفه اعمل ايه يا جماعه. ايه الحل ان انا اصحى بدري؟ للاسف الصحيان متاخر. بقيت يعني المشكله ان انا بصحى الساعه واحدة ونص. بس للاسف انا ممكن اللي بيصبرني شويه ان انا معايا طفله بتسهرني للتلاتة و4، بس برضو يعني اصحى 10 مثلا، يعني اجي على نفسي شويه. بس للاسف مفيش فايده، انا بكره الصحيان متاخر. وبحس ان انا اول ما بصحى مقفوله من اليوم، مقفوله من اليوم كله. ويمكن ده السبب ان اللي هو مخليني متأخرة معاكم في الفيديوهات وكده. لان انا خلاص ادام يومي اتقفل، خلاص ما بعرفش اعمل اي حاجه والله العظيم. تلاقوني قاعده وماسكه التليفون، قاعده عماله العب عليه. يعني اللي هو ايه، بضايق نفسي اكتر ما انا متضايقه، زي ما يكون بعاقب نفسي. حتى الفتره اللي فاتت كنت يعني بصحى اصلي الفجر حاضر. للاسف من ساعه ما برضو ان انا بصحى متاخر، للاسف بقالي اسبوع ان انا ما بصلوش الفجر حاضر، وده حاجه مضايقاني جدا جدا جدا. فانا يا رب يعني ادعوا لي كده ان انا ارجع تاني، لان الحاجات دي بتفرق في نفسيتي جدا جدا، وبتفرق في نفسية اي حد لو واظب ان هو يصحى بدري، ان هو يصلي الفجر حاضر. وعلى فكرة انا لما بلاحظ ان انا بصلي الفجر حاضر، بتلاقوني باقي فروض اليوم بصليها. اول ما الاذان يقول الله اكبر تلاقوني تلقائيا بقوم اصليها. انا الحمد لله برضو مواظبة على الصلاة، بس التأخير ده مشكلة. انا ما بحبش اكون مقصرة صراحة، يعني حتة التأثير ده ما احبهاش. بحب ان انا لو قصرت في حاجة احب الحق نفسي بسرعة، ما اكونش في الدوامة دي يعني فترة كبيرة. عشان ده انا للاسف بتعب منه نفسيا. وانا دايما طول عمري دايما بدور على حاجة اللي تسعدني نفسيا، مش اللي هي تتعبني نفسيا. الحاجة اللي هي تخليني رايقة، الحاجة اللي هي تخليني مرتاحة. حتى لو اكتفي ان انا افضل في شقتي بين 4 اوض، بس ادام ان انا مرتاحه ومبسوطه كده. او دي ساعتي هتكون هنا، ما بتاخرش لحظه. فبجد يعني هحاول على قدر الامكان حتى المنبه بظبطه. والله يا جماعه انا مثلا النهارده صحيت 8 وكنت صاحيه فايقه وصاحيه، يعني اللي هو ايه، عادي لو كملت اليوم اصحى وافضل الساعه 9 وارجع انام تاني، مش عارفه ليه. آم، بس بعدها بصحى بقى بفضل ندمانه وزعلانه واقول ايه اللي انا عملته ده، ويا ريتني مش يا ريتني. وللاسف الندم يعني ايه، مش هيفيد. المهم ان شاء الله هرجع تاني. هرجع بالذات ان انا كنت خلاص هبدأ ان انا اهتم بصحتي، واهتم بالفيتامينات بتاعتي، واهتم ان انا اشرب حاجات صحية، لاني بشرتي خلاص يعني في الانحدار خالص. ده كله كنت خلاص ناوياه. مرة واحدة حسيت نفسي ان انا ايه، في انتكاسة. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعني يعيني ويعينكم طبعا.
المهم هقول لكم ايه تاني. المهم هو ده كان الروتين يعني بتاعي، حبيت ان اشاركه. هو ما فيهوش حاجه جديده، بس هو روتين تشجيعي. دايما الروتينات تبقى روتينات اكتريتها روتينات تشجيعيه. على فكره انا يعني انا ما قمتش صورت الفيديو ده لما والله دخلت على اليوتيوب وسمعت فيديو ليا قديم كده، حسيت نفسي ان انا شجعت، حسيت نفسي ان انا بقول ايه ده، ما اقوم اعمل كذا وكذا. بعدين شويه قلت ايه خلاص الصبح بقى ايه هعمل ومش عارفه ايه. بعدين ايه وانا قاعده قلت ايه وكده كده انا هنضف المطبخ، ما اصور وانا بعمل اللي انا هعمله واخليه روتين ليلي مش هيأثر معايا. وفعلا قمت واتشجعت. وقبل ما اقوم واعمل كده كنت قمت صليت العشاء، ما كنتش صليتها، ويمكن سبب ان انا صليت العشاء اتشجعت اكتر. ودخلت اللي انا هعمله الطبيعي صورته معاكم وشاركته معاكم. يعني ما فيش اي تجميل في الفيديو، والله هو بالظبط نفس ما انا هعمل. المهم بعد ما خلصت المطبخ وكده كنت حابه ان انا اشرب حاجه مسكره او اكل حاجه، فقلت ايه هجيب فراوله من المتخزنه، وعندي موز. يعني يوم ولا يوم هلاقيه باظ بقول له حرام يعني لما يجيلي. فروحت عملت عصير فراولة وهقطع فيه الموز. وهيبقى كوكتيل وهيبقى مشروب حلو جدا يعني. وانا قاعدة اتسلى فيه. اول ما اصحى جوزي دايما يحب اول ما يصحى يشرب حاجة مسكرة، ياكل حاجة مسكرة، فدي مناسبة قوي للصبح. يعني مشروب مفيد ليا وليه ولبنتي برضه. عاوزة بقى اقول لكم حاجة. يا ريت اي حد بيعمل عادة او في يومه مفيدة، يا ريت يقولها لنا في الكومنتات. ولو عجبتني يعني التعليق العادة دي او مثلا العادة اللي انتوا بتعملوها حلوة جدا اكتبوها في التعليقات وانا هقولها في الفيديو الجاي لعل غيري يستفيد. اذا كنتي بتصحي بدري مثلا، اذا كنتي مثلا بتصلي الفجر حاضر، ايه يعني ايه اللي بينتج في حياتك عن صلاة الفجر حاضر. انا بالنسبة لي لما بصلي الفجر حاضر ده بيخليني مرتاحة نفسيا كفاية ان انتي في ذمة الله. يعني انا دايما هصلي الفجر حاضر، بقوم الصبح انا في ذمة الله، مهما ما يجرى لي، مهما ما يحصل لي، خير من ربنا. مهما ما يجرى انا في ذمة ربنا. انا يعني في خلاص يعني اللي هي حاجة ايه منتهية. فاي حد بيعمل عادات كويسة وحلوة يا ريت يقولها لنا في التعليقات وانا هقولها. يمكن انا استفيد، غيري يستفيد، نشجع بعض. بالذات ان احنا في ايام مفترجة وداخل علينا رمضان. يعني الحاجات دي انا بالنسبة لي بحاول ان انا الصلوات عندي ما اخرهاش. بصلي الحمد لله بقرأ صلاة سوري يعني سورة البقرة يوميا. والحمد لله يعني في حاجات كده بيني وبين ربنا ما بحبش يعني اقول عنها. ماشي. فاتمنى برضو اللي انتوا بتعملوه تقولوا لي في التعليقات. المهم انا كنت خلصت خلاص الغسيل طبقته وكل حاجه. فكنت بقى ايه جيت بقى في الاخر وقلنا ايه نعمل ايه عشوه كده لينا كده ومكافاه ليا واحنا قاعدين بقى بالليل قدام التلفزيون. فكان عندي شاورما اللي انا كنت عاملاها ليكم في فيديو قبل كده. فعندي فينو وهعمل الشاورما. هسيبها كده وهغطيها وهوطي عليها بالراحة تظبط مع نفسها كده. وهعمل سندوتشات شاورما وهنتعشى. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. باي.